أوقات كتير السوق العقاري بيتحول لساحة من الفرص، بس الفرص دي في الحقيقة مش لأي حد، دي للشخص اللي بيعرف يقرأ السوق زي ما اتكلمنا مع بعض في الفايل اللي فات، وبيعرف يشوف فين إشارات النمو. فالفيديو ده هيكون فيه معلومات تخص الوقت الحالي، وكمان بعض الحاجات الأساسية اللي بينفع تعمل بيها في أي وقت. وخليني أقولك إن القاعدة الذهبية بتقول مش كل مكان فيه نمو مناسب ليك، المناسب ليك هو اللي بيخدم وبيحقق أهداف. هو ليه أصلا مهم أتابع حركة السوق؟ السوق العقاري في مصر مش زي زمان، مش كله بيزيد بنفس الوتيرة، في أماكن بتجري وفي أماكن الزيادة فيها بتكون بطيئة، وفي أماكن ما بتزيدش خالص، وفي أماكن واعدة ولكن محتاجة فهم وصبر علشان تقدر تحقق أهدافك منها. والفكرة اللي عايزين نوصل لها هو إنك تسبق الناس بخطوة في استثمارك علشان تحقق نتائج مختلفة عنهم. وده لأنك لما بتروح لمنطقة كل الناس راحت لها بالفعل بتحقق النتائج العادية اللي معظم الناس بتحققها، وفي ناس بتروح بعد ما المنطقة أصلا توصل لمرحلة التشبع، فهنا ما بيحققش مكاسب تذكر أصلا. وأنا جاي علشان أقولك تابع المناطق علشان تشتري قبل ما الطفرة تحصل مش بعدها، وتختار نوع الاستثمار المناسب ليك، وتبني محفظة استثمارية متنوعة فيها السكني والتجاري والإداري والطبي والفندقي، وتشتري كل حاجة في المكان المناسب ليها اللي هيحقق لك أعلى عائد آمن على الاستثمار. وزي ما اتكلمنا في الفايل اللي فات، خلينا نراجع مع بعض سريعا المؤشرات اللي ممكن تقول ان هنا في منطقة هتنور وهتزيد في الفترة الجاية. اول حاجة البنية التحتية، تاني حاجة الطرق والخدمات والمواصلات العامة، تالت حاجة وجود مؤسسات تابعة للدولة، وكمان دخول مطورين كبار للسوق، لان زي ما قلنا في الفايل اللي فات المطورين الكبار مش بيغامروا، بيدرسوا السوق وبيدرسوا الطلب الحقيقي. كمان ارتفاع اسعار المناطق المجاورة، كل ده بيسمع في العقار بتاعك. وكمان خدمات زي مدارس، مستشفيات، جامعات، كل ده بيزود من احتمالية ان العقار بتاعك قيمته تزيد وترتفع في المستقبل القريب. وخلي بالك من المناطق اللي فيها طلب عالي على السكن، لان المستثمر الحقيقي بيشتري قبل ما الناس تبقى عايزة تسكن، وبيبيع او بيعرض للايجار في الوقت اللي بيزيد فيه الطلب على السكن والمعيشة. ودلوقتي خلينا نتكلم مع بعض اكتر عن المناطق نفسها. ولو هنتكلم في بداية الكلام على منطقة شرق القاهرة وليه هي منطقة واعدة، فخليني اقول لك ببساطة قربها من العاصمة الإدارية الجديدة، كمان البنية التحتية، الطلب المرتفع على الإيجار في مناطق شرق القاهرة كلها، وده بسبب قربها للمطار. مناسب لإيه؟ ممكن نقول من وجهة نظري مناسب للوحدات السكنية الفاخرة والاستثمار الفندقي، وكمان الوحدات الإدارية، وبعض الأماكن ممكن نستثمر فيها في التجاري. هسيبك تقولي من وجهة نظرك ممكن الاستثمار في شرق القاهرة يكون مناسب لإيه. وخليني أقولك إن في شرق القاهرة في بعض الأماكن وصلت لنقطة سعرية عالية، فدور على إزاي تكون بتستثمر في شرق القاهرة، وكمان في أماكن لسه الأسعار فيها بيحصل فيها زيادة ونمو. طيب ولو هنتكلم على مكان زي العاصمة الإدارية الجديدة، ليه العاصمة مدينة واعدة؟ العاصمة مدينة واعدة علشان زي ما قلنا قبل كده انه مشروع قومي ضخم، وانتقال الوزارات والهيئات الحكومية فيه بتساعد على نمو الاستثمار بتاعي. وجود مطورين كبار زي طلعت مصطفى، ومؤخرا سمعنا عن بالم هيلز وغيرهم، كل ده بيدي حجم وثقة وتقل للمنطقة، وهيزيد معاه استثمارك. في العاصمة الإدارية من وجهة نظري في بعض الأماكن، العاصمة مدينة كبيرة فيها بعض الأماكن مناسبة للتجاري والإداري، وفي بعض الأماكن مناسب فيها إن أنت تشتري سكني. الشطارة هنا إن أنت تشتري العقار المناسب في المكان المناسب. التحدي اللي بيواجه المستثمرين من وجهة نظري السيولة وإعادة البيع على المدى القريب، لأن في طروحات جديدة في الوقت الحالي، فبيبقى إعادة البيع صعب. فلو أنت بتشتري من البداية بهدف صح وبدراسة لكل خطوة أنت أخدتها، هتقدر تحقق منها مكاسب
كويسة. وبالنسبة لمناطق غرب القاهرة في الوقت الحالي الاستثمار فيها في القطاع الفندقي واخد شكل جديد وطابع جديد، خصوصا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير والضجة اللي حصلت في العالم كله حطت خريطة المتحف وما حوله للاستثمار الفندقي والخدمي بشكل عام في مكان حلو جدا. في مستثمرين النهاردة بتفكر ازاي تكسب من ده بذكاء. وطبعا عندنا مدن زي العبور والشروق وبدر قربها من العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد السكان اللي موجود فيها دلوقتي بيخلي فيها فرص سواء في المحلات التجارية أو في الوحدات السكنية أو الطلب على الإيجار بالنسبة للسكني تكون مميزة جدا. وكمان عندنا مناطق مميزة للاستثمار الساحلي أو السكند هوم أو الاستثمار على البحر زي الساحل والعلمين. طبعا العلمين جزء من خطة بتعملها الدولة وهي محور تنمية واهتمام كبير، لأنها مدينة متكاملة فيها جامعات فيها سياحة فيها سكن دائم، مناسب فيها الاستثمار في أكتر من نوع، يعني زي الاستثمار الفندقي، الاستثمار التجاري، الوحدات اللي موجودة على البحر. كل ده بيعمل تنوع كبير في الاستثمار. ولكن محتاجين نقول ان الاستثمار في العالمين محتاج راس مال اعلى شوية من اماكن تانية تقدر ان انت تبدأ فيها. فلو انت لسه في البداية ومعكش راس المال الكفاية ممكن تتوجه للاماكن المناسبة للاستثمار بتاعك. وطبعا بما اننا اتكلمنا عن الساحل الشمالي فخلينا نتكلم على الساحل الجديد وما بعد العلمين ولحد مطروح. الفترة دي بيتعمل هناك عقارات فاخرة فيها فرص، لو الميزانية بتاعتك تسمح لازم تفكر فيها علشان تقدر تعمل تنوع زي ما اتكلمنا، وفي نفس الوقت يكون عندك حاجة في الساحل الجديد. مقدرش ننسى المدن الجديدة اللي موجودة في الدلتا وفي الصعيد. زي ما احنا عارفين ان في دلوقتي المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة، وبالنسبة للصعيد في القنا الجديدة والأقصر الجديدة وسوهاج الجديدة. كل دي مدن جديدة فيها فرص وبنية تحتية مختلفة وفرص للاستثمار. لو قدرت ان انت تركز في تفاصيلها زي ما اتكلمنا مع بعض هتعرف تحقق مكاسب اكتر من ناس كتير. وطبعا في الجزء ده خليني اوضح ان كل استثمار بيناسب مكان معين ممكن ما يناسبش مكان تاني. فما ينفعش استثمر بافكار شرق القاهرة في المدن الجديدة في الصعيد، وما ينفعش اعمل العكس. فالفكرة كلها ان انت تختار الاستثمار المناسب وتحطه في المكان والمناخ المناسب علشان تقدر تحقق اهدافك العقارية اللي انت من البداية بدأت الاستثمار ده علشان تحققها. وخليني اقول لك اتباعك للخطوات اللي فاتت واللي مشيناها مع بعض هتقدر تحدد ايه المنطقة المناسبة ليك. المهم ان انت في النهاية لو عندك معرفة بسوق معين استغل المعرفة دي لصالحك علشان تقدر تسبق الناس فيها بخطوة واحدة. وقبل ما ننهي الجزء ده خليني اقول لك شوية تحذيرات تخلي بالك منها علشان تحقق الهدف اللي انت عايز توصل له. اول حاجة المناطق اللي زادت بالفعل مش دايما بتبقى افضل فرصة. ساعات بيبقى المناطق اللي لسه بتبدأ في البداية هي دي اللي فيها الفرص الحقيقية. كمان المشروع مهم مش بس المنطقة اللي مهمة، لان اختيارك لمنطقة كويسة وتختار جواها مشروع مش كويس مش هتحقق منه الهدف المناسب او النتيجة المناسبة والمرضية بالنسبة لك. لازم المطور يكون ثقة. واما نيجي نتكلم على المطور خليني اقول لك ان التسليم مش دايما بيكون زي ما توصف لك عند البيع. فلازم وانت تشتري حاجة حلوة قبل للتحقيق، لان في بعض الرسومات بتبقى حلوة ومش قابلة انها تتنفذ على ارض الواقع، وساعتها بيكون المشتري هو اللي خسران في النهاية. عايز اقولك ان مصر دلوقتي بتتحول، وعايز اقولك ان مصر دلوقتي فيها مناطق بتمر بتحولات كبيرة وقوية جدا. في الغالب مش كل التحولات دي ليك ولا لصالحك، ولكن لما بتدرس السوق عن قرب ده بيخليك تبقى فاهم انت
هتستثمر في مكان شكله عامل ازاي، وهتختار اختيار عامل ازاي. لان اختيار المكان المناسب بيخليك تعمل استثمار مناسب وبيوصلك لنتيجة مرضية. وانا من خلال المحتوى ده عايز اوصلك للوعي العقاري اللي يخليك تفهم كل حاجة في السوق، ومش بس تسمع للترند، انت تسمع للصوت السوق وحركة السوق الحقيقية من على أرض الواقع، علشان فعلا تعمل استثمار مناسب وقوي ومؤثر تحقق بيه أهدافك العقارية. ولو أنت مهتم تعمل الخريطة بتاعتك الخاصة بيك لاستثمارك، عايزك تبص دلوقتي على 3 مناطق وتركز فيهم على نقاط القوة ونقاط الضعف وتكتبها بشكل كويس، وبص على السوق بعين شخص ناوي يفهم تفاصيل السوق. وقول لي بعد ما ركزت ودرست ال3 مناطق دول، هل نظرتك ليهم كانت زي قبل ما تدرسهم، ولا نظرتك ليهم اختلفت وأعادت ترتيب أولوياتك من جديد؟ وقبل ما نخلص الفيديو خليني أقول لك كلمتين مهمين جدا. أولا، اللي انت شفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي، او كنت لسه في البداية وما عندكش اي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده، علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني. وكمان تشارك المعلومة دي مع اكتر حد محتاجها، علشان نجاح الكورس ده هو ان يشوفوا اكبر عدد من الناس. وده لو مهتمين ان هم يمتلكوا عقار قريب، سواء بغرض السكن او الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده اكبر استفادة، بنصحك انك تشوف الفيديوهات من الاول وبالترتيب، لان كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله، ومعمول بتسلسل يخليك تطلع افضل نسخة منك بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لأن هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع، وإني أشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية، مش مجرد كلام نظري. لكن الأدوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير إن هم يحققوا أهدافهم العقارية. فأهم نصيحة ممكن أقولها لك دلوقتي هي إن المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وإنك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي أهم حاجة دلوقتي. وده لأن الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ، وإزاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك، وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين، أو حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا. وأخيرا شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج إن هو يسمعها. وخليك عارف إن معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. أنا اسمي أحمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين، ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك أفضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل إيه.